ازيكم عاملين ايه؟ بودكاست جديد وحلقة جديدة عن ان احنا ازاي نبطل نرضي الناس ونبدأ نرضي نفسنا. هي لو في حاجة اغلب البنات بتعاني منها من غير ما تاخد بالها في الزمن اللي احنا فيه ده، فهي رضا الناس. انك طول الوقت تبقي عايزة كل اللي حواليكي مبسوطين راضيين، مش زعلانين منك، حتى لو ده هيجي على حساب راحتك ووقتك او شغلك. بس الحقيقة إن رضا الناس طريق طويل وملهوش آخر، ومهما عملتي عمرهم ما هيكونوا راضيين عنك 100%، وهتلاقي اللي مش راضي عنك برضه. وعمرك ما هتعرفي تعيشي حياة حقيقية طول ما انتي بتعيشي لشخص تاني. فتعالي نبدأ واحدة واحدة ونعرف احنا ليه بنرضي الناس أصلا. قبل ما أقولك تعملي ايه، لازم تفهمي ليه احنا بنعمل كده أصلا وبنرضي الناس على حساب نفسنا. في أسباب للموضوع ده. أول حاجة إنك بتكوني خايفة من الرفض، فبتخافي حد يزعل، حد يبعد، حد ينتقدك، فبتقولي حاضر حتى لو جواكي بيقول لأ. تاني حاجة إنك بتكوني شايفة قيمتك بعيون الناس، يعني تحسي إن قيمتك بوجودك جنب الناس، فتعملي بقى فوق طاقتك عشان تحسي إنك مرغوبة ومهمة. من الحاجات برضو اللي بتأثر التربية والبيئة. لو انتي اتربيتي طول عمرك على انك البنت الكويسة اللي على طول بتقول حاضر طيب نعم، فطبيعي جدا جسمك وعقلك يتبرمجوا على حاجة زي كده، ان انتي دايما عايزة ترضي الناس. رابع حاجة، ما يكونش عندك ثقة بنفسك، فلما الثقة بتقل فبتفتكري ان رضا الناس هو اللي يخليكي حلوة في عيونهم وانك انتي البنت الكويسة وكده، فهتشوفي ان رضا الناس هو اللي يخليكي يعني ايه بيمسكك في الحياة. مع ان الحقيقة ان رضا النفس هو اللي بيقويكي وهو اللي بيديك الثقة في نفسك، وهو اللي يخليكي فعلا متمسكة بالحياة. لو انتي عايزة تعرفي انك شخص بيرضي الناس زيادة عن اللزوم ولا لأ، اسألي نفسك الأسئلة دي. هل انتي بتحسي بالذنب لما بتقولي لأ؟ بتخافي حد يزعل منك مهما كنتي صح أو ظروفك مش نافعة؟ بتقولي حاضر على أي حاجة حتى لو انتي تعبانة؟ بتعملي حاجات مش حباها عشان ما يسموش عليكي؟ بتفكري في كل كلمة قلتيها بعد ما تمشي؟ أو بتحسي انك ما ينفعش تكوني تعبانة؟ لو انتي قلتي أيوة على التلات حاجات من دول أو أكتر، يبقى انتي كده فعلا بترضي الناس زيادة عن اللزوم، ولازم تتغيري الموضوع ده. وده جه وقت التغيير. بالفيديو ده إن شاء الله هيكون بداية التغيير ليكي. رضا الناس بيضيع شخصيتك، بيخليكي ما عندكيش حدود شخصية مع حد، وده هيخليكي دايما مرهقة ومتوترة ومستنزفة كمان. والأهم من ده كله إنك عمرك ما هتعرفي ترضي كل الناس، لكن تقدري ترضي نفسك، وده كفاية وزيادة كمان. تاني حاجة لازم تعرفي إنك انتي تتعاملي مع الشعور بالذنب. لما تحسي بالذنب لما تقولي لأ لحد، اسألي نفسك يعني أنا عملت حاجة غلط؟ الإجابة طبعا هتكون لأ، أنا عملت صح لنفسي. بس رغم كده في الأول هتحسي بالذنب برضو، يعني تقبلي الإحساس ده، بس ما تخليش الإحساس ده هو اللي بيوجه تصرفاتك وهو اللي بيتحكم فيك. تاني حاجة يعني بطلي تسعي انك تكوني مثالية. انا هفضل اقول الكلام ده في كل فيديوهاتي، عشان بجد المثالية دي وهم. انتي انسانة بتعملي اقصى ما عندك من الموارد المتاحة ليكي، فكفاية جدا انك تكوني كويسة لحد ما او كويسة بما فيه الكفاية، لكن مش لازم تكوني مثالية يعني كويسة قوي قوي قوي. وبرضه لو انت كويسة قوي دي برضه مش معناها المثالية. المثالية دي يعني حاجة تانية كده لوحدها. فالمثالية دي وهم، بطلي دايما انك تسعي ليها. تعالي نبدأ بالخطة دي اللي لو مشيتي عليها لمدة 30 يوم بس هتلاقي نفسك شخص تاني حرفيا. الخطوة الأولى، يعني اسألي نفسك سؤالين قبل ما تقولي حاضر لما حد يطلب منك حاجة. أنا فعلا عايزة أعمل كده؟ طب لو قلت لأ، أسوأ حاجة ممكن تحصل ايه؟
وقتها أصلا هتتفاجئي إن أغلب الحاجات اللي بتخافي منها إن هي تحصل هتلاقيها مش بتتحقق أصلا. ابدأي بلأ صغيرة، يعني تقولي لأ على حاجات صغيرة. يعني انتي مش هتقدري تبقي بطلة خارقة كده من أول يوم انك تقولي لأ على أي حاجة. لأ، ابدأي بخطوات بسيطة. يعني مثلا مش هقدر أخرج النهاردة، مش هعرف أتكلم في الفون دلوقتي، محتاجة وقت لنفسي. كل لأ صغيرة هتضيفلك قوة كده وثقة في نفسك، وتخليكي تعرفي تقولي لأ في الكبيرة بعد كده. تالت خطوة بقى، حطي دايما في دماغك ان مش من مسؤوليتك اسعاد كل الناس. مسؤوليتك بس هي نفسك، صحتك، وقتك، طاقتك، حدودك. ومحدش ليه الحق ان هو يتعدى عليهم، على الحاجات اللي هي تخصك دي. حتى اقرب الناس ليكي، واصلا دولت يعني دي الحاجات اللي انتي هتتسألي عليهم في الاخر. يعني ربنا هيسألك عن وقتك وصحتك واللي انتي عملتيه، مش هيسألك انتي بسطتي كام واحد ولا رضيتي كام واحد والحاجات دي كلها. لا، هيسألك على نفسك. فدايما نقيس الحاجة يا جماعة مش بمعيار الدنيا بس، معيار الدنيا والآخرة. حاجة ترضيكي في الدنيا بس الآخرة لأ، بلاها. حاجة ترضيكي في الآخرة بس الدنيا لأ، تمام ماشي، مفيش مشكلة. ف يعني انتي ركزي مع نفسك وشوفي انتي عايزة ايه. الخطوة الرابعة، افصلي الحب عن الطاعة. يعني الناس اللي بتحبك بجد مش هتزعل لما تحطي حدود بينك وبينها. الناس اللي هتزعل من الحدود دي يعني هما اللي كان لازم تبعدي عنهم من زمان كمان. فافصلي بين ان انتي بتحبي حد وان انتي لازم تبقي مطيعة على طول يعني. الخطوة الخامسة بقى، دربي نفسك وعوديها دايما على ان انتي تتقبلي عدم رضا الناس عنك. يعني خليكي يعني متقبلة ان انتي هتقابلي ناس مش راضيين عنك، مش حابينك، مش متفقين معاكي. فده طبيعي جدا. انا عارفة ده خبر وحش شوية، بس دي الحقيقة. مش الكل هيعجب باختياراتك، مش الكل هيتفق معاكي، مش الكل هيرضى عنك حتى لو عملتيله كل حاجة. فده طبيعي جدا. بس الخبر الحلو بقى في الموضوع ان زي ما قلتلك كده ان ده جزء طبيعي جدا من الحياة. وإن يعني الناس مش كلها يعني اتفقت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن هو اللي هو أحسن الخلق يعني. فطبيعي جدا وحقيقي جدا وواقعي جدا إن مش كله هيتفق علينا. يعني احنا مين أساسا جنب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعادي ومفيش مشكلة، اللي يتفق معاكي يتفق، اللي ما يتفقش معاكي مفيش مشكلة خالص. ف يعني ايه، رفقا بنفسنا كده يا جماعة، وما نقعدش ايه مثلا لا احنا اللي فينا العيب. لا، هو العيب مش فينا ولا في اللي قدامنا، بس كل واحد فينا مختلف عن التاني. فأهم حاجة انك تكوني مرتاحة وراضية. الخطوة السادسة بقى انك تهتمي برضا نفسك الأول. يعني تعملي اللي انتي محتاجاه. مثلا عايزة تقعدي لوحدك شوية، تعملي شغل انتي بتحبي، هواية ممتعة مثلا بتحبي تمارسيها، استراحة لنفسك، علاقة مريحة. انتي اصلا لما تقولي لأ على حاجات مش مناسبة معاكي هتلاقي الوقت والطاقة انك تعملي كل الحاجات دي عكس الأول. وطول ما عامة يعني انتي كويسة، طول ما انتي تبقي كويسة كل حياتك كلها هتبقى كويسة. فكل ما انتي تبقي كويسة كل ما حياتك كلها هتبقى كويسة. فنرضي نفسنا يا جماعة ونهتم بنفسنا شوية. سابع حاجة، اكتبي حدودك بوضوح. يعني هاتي ورقة كده واكتبي فيها الحاجات اللي انتي مش هتعمليها تاني، الحاجات اللي بتستنزفك، الحاجات اللي بتضيع وقتك، الحاجات اللي بتسعدك. يعني اكتبي فيها كل حاجة انتي عايزة تتعاملي فيها مع الناس. وابدأي كل يوم تختاري حاجة تقولي فيها لأ، وحاجة تقولي لنفسك فيها حاضر. يعني حاجة مثلا حد عايزها منك انتي مش قادرة تعمليها، قولي لأ عليها. حاجة انتي عايزة تعمليها لنفسك اعمليها بالفعل، حتى لو حاجة صغيرة. فدي كانت الخطوة السابعة. نيجي بقى للجانب النفسي ان ليه لأ أهم كلمة في حياتنا. لأن كلمة لأ أول حاجة بتحمي حدودك، يعني بتحمي حدودك مع الناس، وبتحمي طاقتك.
تخلّيش يعني تهدّري طاقتِك على الناس بدل ما أنتِ تعمليها يعني تهدّريها يعني توظّفيها في حاجة تخُصِّك أنتِ. تالت حاجة بتقوي احترامك لنفسك وبتقلل توترك يعني بتخليكي كده أكثر ثبات وبتديكي كده الإحساس إنك مسيطرة على نفسك ومسيطرة على يعني انفعالاتك وتصرفاتك فبالتالي هتديكي قوة وثقة وأهم حاجة إن لأ هتخليكي يعني عندك القدرة على إنك تستغني بجد يا جماعة مهارة الاستغناء ديت يعني دي يعني من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تتعلميها يعني تتعلمي انك تستغني عن اي حاجة بتضايقك اي حاجة بتستنزف طاقتك اي حاجة يعني بتعطلك بجد من اهم المهارات اللي لازم تتعلميها عشان فعلا هتوديكي في حتة تانية خالص يعني سواء نفسيا او يعني كل حاجة يعني بجد كل حاجة هتلاقي نفسك لما تقدري تستغني عن أي حاجة بتعطلك أو بتضايقك سواء بقى مثلا ناس سواء مكان انت فيه سواء شغل سواء أي حاجة هتلاقي بجد نفسك في حتة تانية خالص وموضوع الاستغناء ده عايز حلقة لوحده كده هبقى أعملها عشان فعلا حاجة مهمة جدا وحلوة جدا فالناس اللي هي ما عندهاش حدود دي بيبقوا أول ناس بتتعامل على إنها مساحة مفتوحة كده لأي حد لكن لما تبقي واقفة كده على أرض صلبة فعلا محدش يقدر يكسرك لكن الناس اللي هي مدية مساحة كده لأي حد يتدخل في حياتها دي أول ناس بتنكسر وأول ناس بتقع وأول ناس بتتعب نفسيا وجسديا وكل حاجة وبتبقى فعلا تحس إن هي عايشة في السجن رضا النفس ده مش حاجة رفاهية لأ دي حاجة ضرورية فعشان ترضي نفسك اعملي الحاجات دي أول حاجة لازم تعمليها إن انتي تسمعي جسمك يعني لو انتي مرهقة أو تعبانة ارتاحي حاسة ان انتي محتاجة تاخدي وقتك في الحاجة دي خديه يعني احنا محدش بيجري ورانا زي ما قلت لكم قبل كده فشوفي انتي نفسك عايزة ايه واعمليه تاني حاجة اسمعي صوتك الداخلي يعني صوتك مهم جدا وقيمتك مش في رأي الناس قيمتك في اللي انتي شايفة نفسك ازاي قيمتك من جواكي انتي فما تحطيش قيمتك ان انتي يعني الناس شايفاكي ازاي او هما بيقولولك ايه لا خلي دايما قيمتك جاية من جواكي ودايما اسمعي الصوت ده من جواكي وعرفي نفسك كده ان قيمتك انا اللي بحددها مش حد غيري هو اللي بيحددها لي اختاري علاقات مريحة ابعدي عن أي حد بيضغطك أو بيستنزفك أو بيضايقك أو يعني تحسيه كده بيستغلك أو بيهدر طاقتك بجد ابعدي عن الناس دي تماما واختاري الناس اللي بتخليك كده مرتاحة وطبيعية وحقيقية وواضحة معاهم هما كمان معاكي كده وبرضه في نفس الوقت في حدود يعني ولا انت تتخطيها ولا هما يتخطوها انتي نفسك اذني بالراحة يعني انتي ما تعمليش نفسك على ان انتي آلة او ماكينة او كده لا انتي بني ادم ولازم يرتاح من الحاجات برضو انك تعمليها عشان ترضي نفسك انك تسمعي قلبك يعني اعملي اللي تحبيه مش اللي لازم يتعمل الحاجة اللي تحبيها اعمليها وعاملي نفسك زي ما بتتعاملي مع الناس اللي انت بتحبيهم وبتحترميهم يعني نفسك أولى بالحب والاحترام ده وأهم حاجة بقى هتخليكي تغيري تفكيرك كله إن خليها دايما في دماغك إن اللي بيحبك مش محتاجك ترضيه وإنك تعملي دايما اللي بيقولك عليه اللي هو بقى محتاج ترضيه وإنك تعملي قلتله حاضر وطيب على كل حاجة عشان يحبك يعني فده اصلا مش بيحبك هو بس بيحب ان انتي مطيعة ليه يعني بيحب ان مثلا صاحبتي دي انا كل ما بطلب منها حاجة بتعملها لي وكده فانا بحب ده فيها لكن هي مش بتحبك لشخصك ف... فخلي الجملة دي دايما على سرك كده أو جنب سرك كل يوم الصبح بص عليها عشان تعرفي تقولي لأ لمين وإمتى وإزاي وفين فخلاصة الموضوع خلي الكام نقطة دول قدام عينيكي إن رضا الناس سعادة وممكن تبطليها يعني مش حاجة ما ينفعش نغيرها في نفسنا تاني حاجة مش هتكسبي كل الناس
بإنك انتي بتحاولي ترضي كل الناس، بس اللي انتي هتكسبيه لو بطلتي الموضوع ده أهم حاجة وهي نفسك. وحطي دايما برضو إن الحدود مش قسوة، يعني انتي بتقسي على حد أو ان انتي مثلا لا انتي كده جامدة، لا. الحدود دي يعني احترام، أنا أحترمك وانت تحترمني، وبمعنى أصح يعني ولا تزعلني ولا زعلك، يعني كل واحد لينا حدود محدش فينا يتخطاها سواء أنا أو اللي قدامي. غير كده يعني حطي برضو في بالك إن حب النفس ده مش أنانية، لأ، حب النفس ده يعني حاجة كده، حاجة ضرورية، حاجة مش ولا أنانية ولا رفاهية، هي حاجة ضرورية. في نفس الوقت بتخليكي عندك ثقة في نفسك وتحبي نفسك، وده اللي احنا محتاجينه. فأول خطوة حقيقية إن انتي ترضي نفسك وإن انتي تحبيها كده وتثقي في نفسك هي كلمة لأ. رسالتي ليكي قبل ما أختم إن انتي مش محتاجة تبقي كاملة ولا مطيعة ولا مثالية، انتي بس كل اللي محتاجاه إنك تبقي حقيقية وواضحة. والحقيقة إن انتي تبقي حقيقية بتبتدي لما توقفي ترضي العالم وتبدأي ترضي نفسك، عشان انتي فعلا بتستحقي انك يكون ليكي احترامك وليكي حدودك وليكي راحتك وليكي انك تتحبي زي ما انتي. تستحقي انك تعيشي لنفسك وترضي نفسك قبل اي حد، وكل اللي هتخسريه في انك تبطلي ترضي الناس ده بجد هيكون مكسب عظيم ليكي ايا كان ايه. فكده هتكون حلقتنا خلصت، فلو عندك حد يهم امره وشايفة ان هي بترضي الناس على حساب نفسها ابعتلها الفيديو ده، وما تنسيش تعملي اشتراك للقناة، وما تنسيش دايما خليكي رفيقة بنفسك وحنينة عليها، وهوني دايما كده على نفسك كل حاجة وبسطي الأمور على نفسك، فرفقا بنفسنا شوية.